رح أعمل شوربة العدس بالطريقة القديمة التقليدية بدون أي إضافات. ممكن تضيفوا لها خضار أي إشي انتو حابينه على رغبتكم. معلقتين من زيت الزيتون وحطيت بصلة مفرومة ناعم، رح أقلبها لحتى تدبل البصلة. كوب من العدس المغسول والمصفى بحطه بقلبه بس مجرد ثواني. العدس إذا اتقلى رح يتشمع ورح يصير صعب إنه يستوي، ففورا بحط عليه المي السخنة. كل كوب عدس له 4 أكواب من المي السخنة. مكعب من مرق الدجاج بحركهم مع بعض، ورح أضغطها لمدة، أنا عملتها بطنجرة الضغط لمدة 20 دقيقة. وهون بعد 20 دقيقة ما رح أستخدم خلاط، بس مجرد هذا الشبك التقليب اليدوي بقلبها. وشوفوا لأنها استوت عندي بطنجرة الضغط صارت عندي، شوفوا قوامها ما أحلى، أحسن عندي من الخلاط. هلأ عندي هون الكمون والكركم ممكن تضيفوهم فورا، بس أحيانا بكتل، فأنا بفضل هيك إني أحط عليهم شوي هيك من مرقة العدس وأقلبهم لحتى يصير عندي خليط كريمي، بعدين بضيفهم هيك. أبدا عندي ما بتكتل. طبخ البقوليات في طنجرة الضغط بفكك أنزيمات وبخليها كمان أسهل للهضم. هلأ بس بقلبها وبخليها تغلي غلوة مع البهارات. طبعا حطيت ملح لأنه أنا مكعب مرق الدجاج عندي عضوي ما فيه ملح. شوفوا قوامها رائع بجنن بدون خلاط. بقدمها مع الخبز المحمص أو المقلي مع المخللات والليمون والزيتون. قوامها رائع وطعمها بجنن، جربوها وصحتين وألف عافية.